من اول ما بتدخل برجلك باب الاستاد بتحس انك مش داخل تشجع، ده انت داخل حرب. وفي لحظة دخول الفرقة وسط الدخان والهتاف اللي بيشق السما بينزل التيفو، مش مجرد رسمة، لا دي رسالة. اللي بعدها المدرج بيولع ومن تالتة شمال بنهز جبال. التراس اهلاوي دول مش جمهور، دول جيش. انما دول الزرازير. لكل دخلة حكاية، وكل حكاية وراها رسالة تقيلة قوية وبتوصل للمكان اللي عايزينه توصل ليه. في الفيديو ده هنغوص في عالم دخلات الالتراس ونعرف ازاي جمهور الاهلي حول المدرج لمسرح والهتاف لسلاح لصالح فريقه. لو بتحب شغف المدرج وجنون جمهور الكورة فيلا مستني ايه؟ اربط الحزام عشان اللي جاي نار. انا عمر يانو ودي قناتي حدوتة مدرج. ما نطولش كتير في المقدمة، ما تنسوش لايك للفيديو وسبسكرايب في القناة وزرار الجرس اهم حاجة خلوه على كل الاشعارات. اكتبوا لنا كومنت لذيذ وتعالوا تيك توك وانستا بالمرة، تلاقوا اللينك في الديسكريبشن. وما تنسوش تصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. ويلا بينا فلنبدأ. لو حابب تعرف مين هم التراس اهلاوي فاحنا عملنا فيديو كامل، هتلاقيني سايب لك اللينك بتاعه في الديسكربشن. روح شوف الفيديو وتعالى كمل الفيديو النهارده او شوف الفيديو ده وبعدين روح شوف الفيديو التاني، يعني سيان. المهم انت ده وده لازم تشوف الفيديوهين. اما دلوقتي فهنبدا بافضل الدخلات لالتراس اهلاوي وهنبداها من الحلو للاحلى. واول دخله معانا وهم الحقيقه 5 دخلات مش دخله واحده، هنبتديها كدب بقى من اولها. بعد ثوره يناير النشاط بيقف في مصر، بس الاهلي بيكمل مشواره في افريقيا، وقبل ما يلعب مباريات رسميه بيختاروا انه يلعب مباريات وديه على ملعب مختار التتش. وبيبدا بيوم 23 فبراير مباراه الترسانه، والالتراس بيهتف للشهداء وبيرفع صورهم كلهم قبل المباراه وتحتها جمله بالعرض: كتبتم بدمائكم الحريه لبلادكم. 26 فبراير وبعد خطاب التنحي والحوارات اللي حصلت في تونس وليبيا، الالتراس بيعمل دخلة الحرية في مباراة وادي دجلة الودية برضه على ملعب مختار التتش، وبيكتب تحتها جمهورية شمال افريقيا. يوم 2 مارس في نفس الملعب وقدام حرس الحدود، الالتراس بيعمل دخلة شبه 3D بتكون AHLY وتحتها جملة 4 حروف كتبوا الانجاز. ويوم 6 مارس ماتش المقصة الودي على نفس الملعب، الالتراس بيعمل دخلة نسر الاهلي ولوجو التراس اهلاوي بنفس الجلادات وبيكتب عليها نو اند، وبيولعوا قنابل دخان. وفي نفس المباراة بتشهد الاولد سكول التاريخية، عشان بكده يوصل الالتراس لرقم قياسي 5 دخلات في 12 يوم بس. انت متخيل؟ جمهور بيعمل 5 دخلات مختلفة مالهمش علاقة ببعض في 12 يوم فقط. تاني دخلة معانا يوم 10 نوفمبر 2013، اياب نهائي دوري ابطال افريقيا، الاهلي قصاد اورلاندو بايرتس، الفريق اللي كسبك في دور المجموعات على ملعبك 3-0 على استاد الجونة، ولكن المرة دي على ملعب المقاولين، استاد متقفل جمهور الاهلي 35,000 متفرج، والالتراس مش هيعدي الليلة دي الساهل. وبيعملوا تيفو 3 اشكال وفوق رسالة: لا موت هيكسرنا ولا سجن هيمنعنا، افريقيا يا اهلي. ومنهم شكل جمهور وهو محبوس، وتحت بانر وي ار ايجيبت جنب المدر الرسمي للجروب وبانر نيفر فورجيت. وعلى مدار المباراه الالتراس حاضر بزوده وعملوا برضه بايرو شو زيه زي باقي الماتشات، الشماريخ مولعه الاستاد. والمباراه بتنتهي طبعا بفوز الاهلي بالبطوله الثامنه في تاريخه. ثالث دخله معانا يوم 26 مايو 2010، اليوم اللي مفيش زملكاوي هيحب يفتكره، والدخله الاشهر في تاريخ الديربي، دخلت مزبلة التاريخ. وقصتها ان قبل الماتش الامن قعد مع بعض اعضاء الجروبين وقال لهم عايزين نهدي الدنيا شويه ونعمل دخلات ونحب بعض وبتاع، ولكن ما يكونش في شغب ولا يكون في استفزاز من ده او ده. ومع نزول اللعيبه لارض الملعب جمهور الزمالك بيرفع التيفو بتاعه، وبيجي دور جمهور الاهلي اللي بيرفع تيفو في المدرج السفلي بعنوان التراس اهلاوي بعرض المدرج، وقال لك فل قوي كده الدنيا امان. ولكن فجاه التيفو ده بيتشال وبينزل التيفو الاقوى، ودي بتكون التغفيله التمام. بنلاقي المدرج اتقسم نصين، على الشمال لوجو الاهلي القديم والجديد ومكتوب فوقه نادي الوطنيه ومرسوم علم مصر القديم في وقت تاسيس النادي اللي هو 1907. وعلى الناحيه الثانيه حطيت لوجو الزمالك بالمقلوب ومكتوب نادي المختلط للانجليز فقط، وجنبها كلمه مزبله التاريخ وفوقها علم انجلترا. نسمع كلنا وقتها جمله الحقنا يا اسماعيل بيه، وانا عارف الجمله دي مش من التالتة يمين. رابع دخله معانا يوم 18 مارس 2011، مباراه سوبر سبورت، التراس اهلاوي وديفلز وقتها يفاجئونا كلنا بتيفو بعرض المدرج كله فوق وتحت علوي وسفلي، وراسمين نسر الاهلي كامل، مش راسمين لي راس بس وعينين، واخد بالك انت اسمك ايه. وفوق التيفو رساله بعرض المدرج: حلق علي بحريه يا نسر يا نادي الوطنيه. تيفو جامد بجد، داخله مش سهله تتعمل خصوصا في الوقت ده في مصر وبالعدد ده كله بالابداع ده، غير البايرو شو اللي كان شغال طول الماتش والدخله اللي بيتكلم عليها العالم كله. خامس دخله معانا يوم 7 ابريل 2013 وفي مباراه تذكر الكيني على ملعب
برج العرب. التراس اهلاوي وديفلز في اول حضور رسمي ليهم بعد احداث بورسعيد، الاحداث اللي اتكلمنا عنها في فيديو كامل وحكينا كل التفاصيل والقصه الكامله. هتلاقوني سايب لكم اللينك بتاعه في الديسكربشن او هيظهر لك في الاي اللي هنا او اللي هنا. بعد ما تخلص الفيديو ده روح شوف قصه او الحقيقه الكامله لاحداث بورسعيد. المهم الجروبين بيعملوا دخله 3D في الأول لن ننسى ولن نسامح، وبيعلقوا فيها صورة رمز من رموز البلد وبيطالبوا بإعدامه، وبعدها تيفو تاني مضمونه تاريخ حافل بالوطنية والنضال سترة عظماء ويستكملوا 74 شهداء، وبعدها تيفو ثالث وهو منبع النضال بألوان النادي، وكمان تيفو رابع وهو المجد للشهداء باللون الأسود والكلام بالأصفر طبعا، وبيكملوها بقنابل دخان وشماريخ. وبكده الدخلة دي تريبل تيفو، 1 في 2 وتيفوين مختلفين تانيين. سادس دخلة معانا يوم 29 يونيو 2011 الأهلي والزمالك، الديربي تاني، وكالعادة مدرجات مصر ما كانتش عارفة منافسة حيث ما كانش في وجه تاني غير جانب النادي الأهلي. جمهور الأهلي أبدع ألتراس أهلاوي في الليله دي بدخلتين مختلفتين من اجمل ما يكون، حيث كانت الدخله الاولى تيفو كبير اترسم فيه التوأم وهم بيستعينوا بالدجال لمساعدتهم في الحصول على البطولات، وكان مسج الدخله الاولى 2 قرع راحوا للدجال فاكرين البطولات بالسحر والاعمال. ولكن الدخله الثانيه بقى في المباراه هي دخله هيل او الجحيم. اعضاء الجروب رسموا الشيطان في مدرجات الثالثه شمال باستخدام الجلادات، على يمينه ال وعلى شماله HE، وده عشان يعرفوا جمهور ولاعبي الزمالك الجحيم اللي هيشوفوه في اليوم ده في الثالثه شمال. وكان في مسجات بقى فرعيه زي البعض يمتلك ذاكره سمك فينسى انه قزم امام المارد، وزي شكرا مرزباخ على انشاء اضحوكه القرن وغيرها. سابع دخله معانا يوم 20 فبراير 2014 نهائي السوبر الافريقي، النادي الاهلي نادي الصفاقسي التونسي، وعلى استاد القاهره التراس اهلاوي وديفلز بتاعه بمعنى الكلمه، وبيرسموا اول رسمه 3D بالحجم ده بعرض المدرج كله، وهي عباره عن جول تريكا في الصفاقسي في نهائي 2006، ورسمين الجول حرفيا بكل تفاصيله. الجروبين ابدعوا في اليوم ده، وكاتبين تحتها مشهد اول لن تنسوه ولن يتكرر لاعتزال الاسطوره وسيتكرر كلما وقفت امام بطل افريقيا. وبيكون طبعا في بايرو شو اكشن شماريخ طول المباراه، والاهلي بيكسب المباراه دي 3-2 واللاعيبه بتحتفل مع الجمهور. تامن دخله معانا والمره دي الدخله بره مصر وفي اياد نهائي افريقيا قدام الوداد وفي كازابلانكا، وعلى مركب محمد عبد المنعم، قصدي مركب محمد الخامس. ملعب متقفل من جمهور الوداد الا المدرج الشرقي، وكون من حوالي 1000 مشجع اهلاوي، وبيكون ده حضور رسمي لالتراس اهلاوي بالبانر الرسمي. جمهور الوداد قبل المباراه بيرفع التيفو كامل بعرض الملعب كله عباره عن غلاف روايه ذا فاينل كويست. التيفو كان فيه شخصيات رمزيه زي الشياطين والساحر والمحارب، ولوجو الوداد وراه كمان، والشيطان جنب شعار الاهلي من غير اجنحه النسر برضه، خد بالك يعني مفضيين اللوجو بتاع الاهلي. فالفكره ان هم بيفكروا لها ان الوحش او الشيطان هياكل اجنحه النسر، ورسالتهم طبعا The Lord of the Rings The Sword Cuts Your Wing. وطبعا استخدموا كلمه فاينل كويست بنفس فونت الروايه والوان الغلاف الاسود والرمادي الداكن كاشاره دراميه طبعا للمعركه الاخيره بين النور والظلام. لكن الرد من التراس اهلاوي كان عبقري، كونتر عبقري بمعنى الكلمه. رفعوا رساله عندما يوسوس لك الشيطان يعطيك الجحيم مكافاه، مع رسم الشيطان باجنحه، والرساله هنا كانت عميقه وقاطعه. فكرتكم انكم هتاكلوا اجنحتنا دي مجرد وسوسه شيطانيه، وفي النهايه الشيطان ده هو احنا واجنحتنا لسه موجوده، والجحيم هو المكافاه اللي استلمتوها جوه الملعب وبره. يعني قلبوا اللعب عليكم، بدل ما تاكلوا اجنحتنا احنا اللي قدمنا الطبق الرئيسي. درس عالمي في لعبه الالتراس. الكونتر مش بس رد على فكره التيفو، لكن كمان استهدف كل تفصيله فيه. وينرز حاولت تبعد الروايه عن الموضوع ويستخدموا سيد الخوادم في الرساله بتاعهم، ولكن فاينل كويست كانت عنوانهم الرئيسي، والشياطين اللي بتوسوس للمحارب في الروايه هي نفسها اللي ترد عليها بعندما يوسوس لك الشيطان. واجنحه النسر اللي قالوا هيقطعوها رجعت تظهر تاني على الشيطان اللي التراس اهلاوي رسمه، كاثبات ان الوسوسه دي خدعتكم ووقعتكم في الفخ، والفخ ده اللي حذرت منه الروايه. الفضيحه كانت كامله الاوصاف، التيفو اتقلب عليكم في ملعبكم، والرساله وصلت بكل وضوح. الشيطان لبسكم في الحيط، والمكافاه كانت الجحيم اللي استلمتوه. درس مجاني من التراس اهلاوي، واللي بعده استمتعتوا بقراءه تكمله الدرس وانتوا بتعيدوا حساباتكم. واللي في المباراه دي هدف عبد المنعم الشهير في اللحظات الاخيره، وبينهي اليوم بسؤال لحد دلوقتي مش لاقيين له رد، وهو كيفاش عرفوا مضمون التيفو. تاسع دخله معانا ودي احسن دخله في تاريخ كره القدم، وانا كعمر ما شفتش احسن منها لحد دلوقتي. وطبعا انتوا عرفتوا انا بتكلم عن ايه، الدخله اللي خدت مركز على العالم كله يوم 6 ديسمبر 2014 وعلى استاد القاهره، نهائي الكونفدراليه ما بين الاهلي وسيوي سبورت. وظروف البطوله دي غريبه بكل تفاصيلها، من جون احمد رؤوف اللي صعدنا من المغرب لماتش ذهابي النهائي اللي خلص 2-1 ليهم وخسرنا رغم اننا كنا الاحسن. تريزيجيه اللي كان اهم لاعب في الفريق وقف ظلم وقتها عن مباراه الاياب بسبب انه خد انذار، ظلم اصلا انه
انه اتاخر انه يلعب رمي التماس. لعبنا العوده ب 16 لاعب بس. احمد عادل عبد المنعم كمل المباراه وهو مصاب 90 دقيقه من الضغط النفسي والعصبي. وليد سليمان هو بتجيله الكره من عبد الله السعيد وبيعرضها باليمين، واحمد متعب هو بيحطها في المرمى في اخر دقيقه، وصرخه الجمهور وكل شخص في الملعب بالفرحه، ورفع الكاس الاولى في تاريخ الاهلي، وهي طبعا كاس الكونفدراليه. نسيب ده كله بقى ونركز في الناس اللي عملت الابداع اللي قبل المباراه. وبعد معاناه كبيره عشان يقدروا يحضروا المباراه، التراس اهلاوي بيجهز دخله هيسجلها التاريخ. تيفو برساله عباره عن جمله واحده: الكره للجماهير. واللي حضر لها التراس اهلاوي الايام وكتبوا رساله تعليمات حطوها على كل كرسي من كراسي المدرج، فيها تعليمات وارشادات للدخله، وامتى ترفع الجلاد الاحمر وامتى ترفع الابيض، لان طبعا الجلاد بوشين احمر وابيض. ده من دقه اهتمامهم بالتفاصيل. مع نزول اللاعبين لارض الملعب بيبدا الابداع يظهر، والجمهور بيرفع 7 دخلات ب7 لغات مختلفة في أقل من 5 دقايق، وبينهيها باللغة العربية رسالة الكرة للجماهير، ومعاها بانر مكتوب عليه بكل لغات العالم يمكن تفهمه. وطبعا كملوا المباراة بتشجيع طوال 90 دقيقة وأكشن شماريخ وبايرو شو رهيب خلى كل الأفراد اللي في الملعب بتشجع، سواء جمهور أو مش جمهور. ونجح الالتراس انه يوصل رسالته للعالم كله. اخر دخله معانا بقى في الفيديو انا ما حبيتش اختم غير لما اعرضها الصراحه، رسمي ملهاش علاقه بالتراس اهلاوي، ولكن انا شايف انها كانت نقطه مهمه جدا في عوده الروح والثقه للجيل الحالي للنادي الاهلي، او الجيل اللي خلاص قرب ينتهي، وكانت منعطف تاريخ الصراحه ولازم نذكرها. بعد الخماسيه الشهيره من سان داونز في 2019، الاهلي في مباراه العوده قدام منعطف تاريخي في الجيل الحالي وقتها، وسط ما الكل بيسخر وبيتريق بالنتيجه اللي حصلت لنا في جنوب افريقيا، وعلى عكس سير الاجواء جمهور الاهلي بيملى الملعب كله، بيرفع بانر في المدرجات بجمله لقد ايقظتم غضب الشيطان، والقاره كلها وقتها بتضحك على الجمله دي وبتتريق علينا وبيستهونوا باللي حصل. كسبنا المباراه 1-0، ولكن خسرنا بمجموع المباراتين وخرجنا من دور ال 16 في بطوله افريقيا، وكنا وقتها مركز اخير في الدوري المصري. ولكن رغم اننا كنا في اسوأ احوالنا عملنا المستحيل وقدرنا ناخد الدوري في النهايه، وكان الدوري الرابع على التوالي. وبعدها من 2020 ل 2025 بتحقق 4 بطولات افريقيا من اصل 5 نهائيات بتلعبهم، وتحقق 3 برونزيات كاس عالم وكاس افريقيا واسيا والمحيط الهادي اللي هو نص العالم، كاول بطوله معترف بها من الفيفا او بطوله دوليه من الفيفا تدخل جوه مصر وقاره افريقيا كلها يعني بشكل عام. تاخد 2 سوبر افريقي، كمان بتوصل للعالميه انك بتشارك في اول بطوله لكاس العالم مجمعه في امريكا اللي بتتلعب دلوقتي وللاسف خرجنا منها، كمان بتلعب ماتش الافتتاح. يعني الدنيا كانت رايقه يعني. وبتحط بقى على كل اللي كان بيتريق عليك من اول سان داونز، فبتخرجوا من بطوله 2020 و2021 اللي هي التاسعه والعاشره. ترجي من 2021 حرفيا بتلعبوا 6 ماتشات بتكسب 5 وبتتعادل ماتش، وبتكسبوا في نهائي 2024 اخر بطوله الاهلي خدها. الرجاء المغربي بتكسبوا في سوبر 21 وبتخرجوا من نسخه 22 و23، وفي 22 الوداد بيكسبك على ارضه في المشكله الشهيره وقتها، وبعدها في 2023 بترجع ترد الصقر وبتاخد البطوله من قلب كازابلانكا. مازيمبي بتخرجوا في 2024، وفاق سطيف بتخرجوا في 2022، والزمالك بتحقق اهم لقب في تاريخك على قفاه، البطوله التاسعه اللي بتدور عليها من 2013، وبسيناريو رهيب بتكسب بقضيه قفشه في الدقيقه 85 45. يعني حرفيا بتكسب كل عتاوله القاره بعيدا عن الزمالك يعني. وكأن القدر والظروف بتديك دايما فرصه للانتقام، هو يا اما تاخدها وتستغلها يا اما تروح عليك، وكأنك بطل في روايه بيرجع وينتقم. فدايما هكون شايف ان الدخله دي اسطوريه وتستاهل تتحط في متحف النادي، لانها فعلا اتنفذت بحذافيرها. وبس كده لحد هنا خلص فيديو النهارده. ما تنسوش بقى تقولوا لي رايكم فيه، وتقولوا لي برضه عايزين الفيديو جاي عن ايه. بس شكرا على المشاهده، كان معاكم عمر يانو من قناه حدوته مدرج. ما تنسوش لايك الفيديو واشتراك في القناه، واهم حاجه زر الجرس خلوا على كل الاشعارات عشان يوصل لكم كل جديد. تعالوا بقى فولو على التيك توك وعلى الانستا، لو اللينك في الديسكربشن. ما تنساش تصلوا على الصلاه والسلام. سلام.